عادات غريبة حول العالم. تقديم الموت كوجبة. قبائل وري في أمريكا الجنوبية. تقوم بعض القبائل في أمريكا الجنوبية بأكل أجساد موتاهم كجزء من مراسيم الحداد والتكريم. إلقاء الأطفال من المعابد. الهند. في بعض المناطق في الهند، يقوم الآباء بإلقاء أطفالهم من أعلى المعابد، وذلك لجلب الحظ الجيد والصحة لهم. إذا لم تعرف هذه العادات الغريبة، اشترك في القناة ليصلك كل جديد. تحطيم الأطباق. ألمانيا. في ألمانيا، قبل الزواج، يقوم الأصدقاء والأقارب بتحطيم الأطباق أمام منزل العروسين كعلامة على جلب الحظ الجيد وتحصين الزواج. مهرجان تحتفل فيه القردة. تايلاند. في تايلاند، يقام مهرجان خاص لإطعام القردة، حيث يقدم لها مائدة ضخمة مملوءة بالفواكه والخضروات كجزء من الثقافة المحلية. النوم في المقابر. إندونيسيا. بعض القبائل في إندونيسيا تقوم بالنوم إلى جانب جثث أقاربهم الموتى لفترة طويلة قبل دفنهم، وذلك كعلامة على الحب والوداع الأخير. كسر الأطباق في الدنمارك. في ليلة رأس السنة، يجتمع الدنماركيون لكسر الأطباق عند أبواب المنازل، يرمز بهذا الطقس إلى بداية جديدة مملوءة بالأمل والحظ السعيد، إذ يقال إن زيادة عدد الأطباق المكسورة تضاعف من فرص التوفيق في السنة القادمة. القفز فوق الأطفال في إسبانيا. في إحدى مدن إسبانيا، يرتدي الرجال أزياء غريبة تشبه الشياطين، ثم يقفزون فوق الأطفال الرضع، طقس يعتقد أنه يطرد الأرواح الشريرة ويحمي الصغار من السوء. دفن الملأعق في سويسرا. إذا وجدت ملعقة مدفونة في طبق الطعام، فلا تستغرب، ففي بعض المناطق السويسرية يعد دفن الملأعق مثل دعبة لطيفة تعبر عن روح الضيافة والمزاح. مهرجان العزاب في الصين. يحتفل الصينيون بيوم العزاب في 11 من نوفمبر، وهو مهرجان يكرم العزبة ويعد من أكبر أيام التسوق الإلكتروني، حيث يستغل الأفراد هذا اليوم لشراء الهدايا لأنفسهم.